الشذوذ الجنسي وقصة يندى لها الجبين، وركزوا معايا والكلام ممكن يكون صعب، أنا آسف على اللي انتوا هتسمعوه، بس أنا لازم أبقى صريح مع حضراتكم. ليه بقول الكلام ده؟ احنا طبعا اليومين اللي فاتوا كلنا انتفضنا وكلنا رفضنا ممارسات مجتمع الميم ويوم الفخر وكل الكلام ده الخاص بالمثلية الجنسية اللي كانت مفترض تبقى على هامش ماتش مصر وإيران، صح؟ وكلنا انزعجنا من الكلام ده، لكن واضح ومحدش يزعل من كلامي انه في بعض الشباب في مجتمعنا اصابهم الخلل وطالتهم المصيبة دي. عشان لما هتعرفوا القصة الواقعية دي هتعرفوا انه في بلاوي سودة وسطينا واحنا محدش دريان بحد. ايه اللي حصل؟ مستأنف جنح قسم المعادي قررت معاقبة شاب للأسف تسبب في إصابة زوجته بالإيدز زي ما انتوا سمعتوا كده بالظبط. حكمت عليه ب2 مع الشغل والنفاذ وسنة تحت المراقبة. اللي حصل انه شاب اتجوز، وبعد ما اتجوز زوجته حملت وولدت، لكن لسه تعبانه وعندها اعراض ومحدش عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، لكن هو قال لهم انا عارف اللي عندها عشان انا عندي الايدز. هو اتجوز زوجته ويعني تمام الكلام وهو عارف ان عنده الايدز وما قالش. وطبعا الايدز بينتقل عن طريق الممارسات الجنسيه طبعا بين الزوجه والزوج، تمام، لكن هو للاسف اعترف وقال ان هو انا اسف في الكلمه شاذ جنسيا. ايوه ما تنصدموش، موجود في خلل للاسف. عشان كده احنا من خلال ده عايزين نواجه القصه دي. طبعا اتحكم عليه ب2 وحاولوا يلموا الموضوع، طبعا ما ينفعش، زوجته بلغت. المهم القصه عايز اقول ايه؟ عايز اقول لازم نتابع اولادنا وشبابنا، لازم نتابع علاقتهم، لازم نتابع هم مش عايزين يتجوزوا ليه. ممكن تيجي تقولي لابنك يلا شد حيلك عشان نجوزك، يقول لك لا انا اتجوز اعمل ايه، ويقول لك الغلا والذهب وما اعرفش ايه، وانا ما عنديش استعداد، والستات والبنات والكلام ده كلام فاضي. ليه؟ لانه ممكن للاسف تلقاه عنده ميول لنفس الجنس بتاعه. ده موجود، ده موجود. نتابع بيسهر فين، بيصرف فلوسه فين، بيعيش حياته ازاي، اخبار مظهره ايه، دنيته ايه. هيبان، بيبان صدقوني، من التصرفات بيبان، من عدم اهتمامه بالجنس الاخر بيبان، من اهتمامه بنفس جنسه بيبان، بالمتابعه بيبان. بس احنا سامحوني بندفن راسنا في الرمله وبنقول ان احنا ما عندناش حاجه. انا اسف، اهو ده حكم محكمه، وفي التعليقات هحط لكم حكم المحكمه، تمام؟ ده مش كلام جايبينه من الهوا. ارجوكم خدوا بالكم من اولادكم من شبابكم، وقبل ما نحارب اللي بره ندور على اللي جوه وننظف اللي جوه، عشان واضح المصيبه طايله الكل. حقكم عليا ان انا صريح بزياده في الفيديو ده، بس يا ريت توصلوا الكلام ده لكل الناس، والصحه والعافيه لكم.